اوريو اللي نحبوه كبار وصغار. واش رايكم نديروه في الدار بلا ملونات ومواد حافظه ويجيكم سوا كيما اللي تشرو؟ تقدروا تخلوا ولادكم اللي راهم عطله يشاركوا معكم في التحضير ديالو، راح تجوزوا وقت شباب وتمدوا لهم كاطو بنين بلا ما تخافوا على صحتهم. باينه راح نخير فرينه ماما تي 55 المتعدده الاستعمالات. كيلت منها كاس فرينه ما يعادل 130 غرام. زيت الكاكاو الاسود مع الكاكاو البني باش نتحصل على اللون الاسود بلا ملون. زيت البيكربونات والملح ولافاني، خلطهم وزدت عليهم السكر العادي اللي راح يعطيني القرمشه. ومن بعد نزيد لا مارغارين اللي لازم تكون بارده باش تقدروا ترابيوها هكذا فوق الخليط ديالكم. ومن بعد نجي ندخلها كامل في هذيك الفرينه وبالكاكاو كيما نخدموا بات سابلي ولا بغيز. ومن بعد نلموا كلش بحبه بيض تكون كبير، واذا كان البيض ديالكم صغير تقدروا تزيدوا شويه. المهم هذا هو القوام تاع العجينه اللي تسحقوه، تكون ما تلصقش في يدكم بصح لازم تكون طريه. درتها في بابي فيلم وحطيتها في الفريجيدير. ورحت وجدت الكريمه اللي فيها الزبده مع مغرفه تاع الزيت لافاني، خلطتهم شويه ومن بعد زدت عليهم السكر غلاس. ديروا من نص كاس حتى كاس غير ربع على حسب الحلاوه اللي تحبوها. بعد جبت العجينه ديالي، شوفوا راهي بارده، حليتها في ساشي. حلوها ماشي خشينه وماشي رقيقه بزاف باش نتحصلوا على الشكل اللي يشبه لهذا الكاطو. تقدروا تستعملوا هذا المول تاع المعمول، راح يعطيكم نفس النتيجه تقريبا. ومن بعد ندخلوه للفرن على 160 درجه ولازم تعسوه. كي تشوفوه نشف تماما وتقدروا ترفدوا الحبه بلا ما تكسر لكم، تقدروا تخرجوه من الفرن. ومن بعد خلوه يبرد وعمروه بالكريمه، اضغطوا عليه غير شويه حتى تولي الكريمه تبان. والكاطو تاعكم راه واجد، تمدوه لولادكم وانتم مهنيين على صحتهم. من زينها وصفه اليوم وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.